على العافية يا شباب. اليوم رح نحكي عن اللي صار في دوري أبطال أوروبا بثمن النهائي بالتحديد. مباريات شرسة، مباريات قوية، تكتيكات جديدة في كرة القدم، إثارة وإبداع، وأهم شيء أتلتيكو مدريد وريال مدريد، ليفربول وباريس. دول مباراتين في كلام كثير رح يكون عنهم في حلقتنا لليوم. جاهزين؟ يلا نبلش. بس مش رح نرميها المرة بعد اللي صار بين اتلتيكو مدريد والريال وباريس وليفربول والكوارث اللي صارت لي رح نحطها هنا. هسه يلا نبلش. طيب اليوم عندنا يا جماعة 8 مباريات رح نحكي عنهم. في مباراتين رح نهتم فيهم، هنا ريال مدريد ونادي باريس سان جيرمان. طيب هسه شو الاشي اللي صار بدوري ابطال اوروبا، وشو الاثاره وشو الاجواء العالميه اللي عشناها الفتره اللي فاتت؟ صراحه يعني صرنا زمان 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 عن الاثاره والشغف، وظلنا نستنى المباريات لاخر الدقائق. كره القدم او دوري ابطال اوروبا بالعموم بالاسلوب الجديد، كرة القدم أخذتنا لعالم جديد. أول مباراة عندنا هي مباراة برشلونة وبنفيكا البرتغالي، المباراة اللي برشلونة تفوق فيها ذهابا 1-0 وإيابا 3-1 في ملعب المونجويك. النقاط المهمة عندنا في مباراة برشلونة راح نحكي عن 3 نقاط بس أساسيات في مباراة برشلونة، لأنه صراحة كتيبة هانس فليك أنهت المهمة من مباراة الذهاب من ملعب النور في البرتغال. برشلونة حاليا بيعيش أفضل أوقاته، برشلونة عنده اللاعبين اللي راح يساعدوه للوصول لأبعد الدرجات في دوري أبطال أوروبا. برشلونة بنظري هو أحد الأندية المؤهلة للظفر بدوري ابطال اوروبا. انا بنظري راح اختصر مباراه برشلونه ب3 لاعبين فقط لا غير. هم اول لاعب اللي هو أليخاندرو بالدي، الظهير الايسر المتطور وعامل شغل على حاله بشكل غير طبيعي. الظهير الاسباني صراحه اللي كان يشوفه زمان مع برشلونه كان يعرف انه اللاعب عنده قدرات، ولكن بده المدرب الصح اللي يصقل هذه الشخصيه ويصقل هذه المهارات ليخرج افضل ما ببالدي. بالدي حاليا تطور من كثير من النواحي، بيعرف يستخدم سرعته، صار أحسن من قبل. التوزيعات عند بالدي أيضا تطورت. ثالثا والأهم، بالدي صار يعرف يتخذ القرار، تحول من لاعب لما كان يواجه المرمى تحسه ضايع، تحسه مش ملاقي نفسه، بس هسه حاليا بالدي تحسه فاهم هو المركز تبعه، فاهم مركزه بالضبط شو هو، وصار يلعب دور أقرب إلى دور جوردي ألبا الظهير الأيسر الإسباني الشهير، مع تحسينات أفضل وأحسن. وثاني لاعب عندنا رح نحكي عنه وهو فرانكي دي يونغ. فرانكي دي يونغ منذ رجعته من الإصابة صراحة وعامل شغل كبير مع برشلونة، حتى لدرجة انه قعد كاسادو اللي كان يعتبر افضل ارتكاز موجود باسبانيا حاليا على دكة البدلاء. طيب ممكن حاليا هسه بعض الناس تقول لي دي يونغ وين؟ دي يونغ مش مبين، دي يونغ مش واضح. دي يونغ دوره حاليا مثل دور سيرجيو بوسكيتس مع برشلونة من 2019 الى 2020 21. دي يونغ نفس الكلام عليه، ولكن دي يونغ حاليا قاعد بيطور بنفسه بشكل غير طبيعي يا ساد، مذهل ورائع وجميل، بتحسه اكسجين في الملعب. يعني دي يونغ انت ما بتلاحظ لعبه الا اذا كنت مركز عليه شو بيلعب. طيب جينا للنقطه الثالثه. تعالوا لي على هذا اللاعب، تعالوا لي على سبب ابداع برشلونه، سبب الامتاع في برشلونه. اجمل شيء يحصل في برشلونه هو بيدري جونزاليس. مش طبيعي اللاعب. لو شو ما حكيت عنه صراحه هو افضل لاعب حاليا موجود في برشلونه. ما بدي ابالغ واقول لك بالعالم، ولكن هو من افضل اللاعبين الموجودين حاليا بالعالم. تمام، رافينيا بيسجل اهداف، تمام، يامال بيراوغ وبيصنع، ولكن اذا طلع بيدري اعرف انه كرة القدم في برشلونة قاب قوسين او ادنى انتهت، وجاهز بدنيا وذهنيا للمباراة. برشلونة مستحيل يخسر. سبب الفوز واستمرارية الفوز وسبب القوة تبعت الوحش الكتالوني اللي بنشوفها الفترة هاي أنا بنظري من بيدري. طبعا أكيد مش فقط لبيدري لحاله، ولكن بيدري هو العامل الأساسي لإبداع منظومة هانس فليك. أنا بنظري لو كنت أنا صاحب القرار بالبالندور وبدي أرشح لاعب من برشلونة بالسنة هاي للكرة الذهبية، فهو راح يكون بيدري جونزاليس. جينا على المباراة الثانية عندنا، وهي اليوم هي ليل وبروسيا دورتموند. في يعني كلمتين راح نحكيهن عن مباراة ليل ودورتموند. ديفيد وإبداعه واثبات انه هو من افضل اللاعبين الموجودين بالعالم بمركز الراس الحربي. وراح نحكي عن المدرب الكرواتي كوفاتش اللي عرف يدير مباراة الاياب بشكل ممتاز. تحسب هذه النقطة لكوفاتش لانه ضاف شغله كانت مفقودة لدورتموند، وهي شخصية دورتموند، فبالتالي شخصيته كان فاقدها في اخر فتراته النادي الالماني. بروسيا دورتموند مع مدربه كوفاتش عندهم لمسة جديدة، ولكنه الى الان لا زال مدرب دورتموند لم يعرف التوليف الصحيح مع بروسيا دورتموند، وهذا الاشي طبيعي لانه هو اجى لا في عنده انتقالات، لا في عنده لاعبين بالمراكز اللي هو بيلعب فيها. اللي كان يحضر كوفاتش مع كرواتيا كان بيعرف انه كوفاتش كان يلعب اعتمادا على مين؟ على خط الوسط، لانه كان عنده مع كرواتيا خط وسط جبار، بروزوفيتش، كوفازيتش، راكيتيتش، وايضا لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد. جينا على القمه الالمانيه اللي صارت في دوري الابطال، وهي بايرن ميونخ وباير ليفركوزن. المباراه التعبت بتفاصيل دقيقه جدا، لعبها كومباني وكان فاهم بالضبط شو بيعمل المدرب البلجيكي. النقاط اللي رح نحكي عنهن
النقاط المؤثرة وليش البايرن طغى على شيء اسمه ليفركوزن. بايرن ميونخ لاعب كرة قدم جميلة وأسطورية، كان فاهم بالضبط كيف يطلع من النص للهجوم، كان يلعب يستخدم الأطراف. طيب الليلة هاي مين كان بطلها؟ أو باختصار بايرن ميونخ مين بطل؟ البطل اللي بيمثل بايرن ميونخ حاليا هو هاري كين. هاري كين اللاعب كما يسمى في الإعلام هو اللاعب المنحوس، ولكن هاري كين هو صانع البسمة مع كل الأندية. هاري كين والنحس تبعه وخروجهم من الكاس من ليفركوزن وخسارتهم السوبر إلى آخره، وكلام كثير راح ينحكى عن هاري كين في حال عدم تحقيق بطولات، ولكنه 90% خلص هاري كين ضمن هو وفريقه البايرن ميونخ بطولة البوندسليغا لهذا الموسم، وراح يكون أول بطولة بتاريخ اللاعب الإنجليزي الدولي الإنجليزي هاري كين. هاري كين بغض النظر يعني حبينا ما حبناش صراحة هو من أعظم المهاجمين اللي لعبوا بالفترة الحالية، ممكن يعتبروا من أحسن الروس الحرب اللي مروا على تاريخ كرة القدم الجديد. إذا ما شفت حلقتنا المرة اللي فاتت مشان تفهم شو هو تاريخ كرة القدم الجديد روح شوفها مشان تعرف احنا عن شو بنحكي. الرابعة معنا اليوم انتر ميلان فينورد. انزاجي كالعادة بيبهرنا بتكتيكه الدفاعي مع تحسين جودة الهجوم بتواجد ماركوس تورام وتواجد مارتينيز اللاعب الارجنتيني. انتر ميلان بالذهاب كان افضل رغم انه فينورد كان خطير. هنا شخصية انتر ميلان فرضها على ارضية الميدان، وحتى بغياب يان سومر الحارس السويسري انتر ميلان كان ممتاز ومتميز باستغلال الفرص المهمة للتهديف وصنع الفارق. رح نحكي كلام عن ماركوس تورام. ماركوس تورام اللاعب القادم لانتر ميلان بالمجان من نادي بروسيا مونشنغلادباخ الألماني. ماركوس تورام تطور وتحسن بشكل ملحوظ رفقة إنزاجي ورفقة الإنتر. ماركوس تورام سجل بالذهاب وسجل بالإياب، وهو كان العلامة الفارقة الموجودة مع نادي الإنتر. أوناي إيمري ونادي كلوب بروج. قلت أنا أوناي إيمري منذ مجيئه إلى أستون فيلا عمل فريق بشكل يعني جميل جدا، بيعطوك كرة قدم جميلة، كرة قدم رائعة بقدموها صراحة. أوناي إيمري فاهم البطولات الأوروبية. أوناي إيمري حقق اليوروبا ليج من قبل، وصل مع فياريال لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم ما خرج من ليفربول وخرج بايرن ميونخ العملاق الألماني. فبالتالي أنت عندك مدرب ثقيل جدا في دوري أبطال أوروبا، أو بالأحرى في البطولات الأوروبية بالعموم. يعني تمام بكرة أستون فيلا راح تلعب ضد باريس سان جيرمان. أستون فيلا وباريس سان جيرمان راح تكون ملحمة كروية عالمية. ليش أنا بحكي هذا الحكي؟ لأنه عنده لاعب إسباني ماركو أسينسيو المتفجر رفقة نادي أستون فيلا. هدفين ضد كلوب بروج في الإياب، هدف بالذهاب ضد كلوب بروج، هدفين ضد تشيلسي. لاعب 4 مباريات ومسجل 5 أهداف. ماركو أسينسيو ممكن نشوف البرايم كمان مرة معه. أوناي إيمري عنده خاصية إنه بيطلع أفضل إشي باللاعب. نشوف المدرب أوناي إيمري كيف بيتعامل مع اللاعبين، حتى اللاعبين الكبار في السن بيعرف يتعامل معهم. كان مع راؤول البويول اللي عمره بحياته، إن كان بمسيرته مع الريال إن كان بمسيرته مع نادي نابولي الإيطالي، عمري بحياتي ما شفته بهذه الجدية وبهذا المستوى تبعه إلا رفقة أوناي إيمري. فبالتالي صراحة بعد إقصاء كلوب بروج أستون فيلا أنا بنظري في كلام كثير رح نحكيه بتوقعات دور ربع النهائي. جينا على المباراة السادسة معنا وهي مباراة أرسنال ونادي بي اس في ايندهوفن. أرسنال حتى بنقص الهجوم اللي عنده بسبب الإصابات اللي كانوا كاي هافرتس مارتينيلي ساكا جابرييل جيسوس، أرسنال عرف يتفوق على بي اس في ايندهوفن فرق شاسع في الذهاب ب7-1 وبالإياب بالتعادل 2-2. ليش دائما كنت أقول أرسنال حتى هجومه لو غاب أنا بنظري أرسنال ما راح يتأثر كثير. ليش؟ لأنه أرسنال بالتحديد دائما بيعتمد على شغلتين: قوة مدافعينه بالتسجيل، وهي من أهم الخصائص الموجودة عند أرسنال، وبنظري هو أفضل فريق بالعالم بيستخدم مدافعينه بالقسم الهجومي. وثاني نقطة عند أرسنال بدلاء الحاسمين، عنده تروسارد وعنده نوينري وعنده كمان ستيرلينج. ولكن شوفوا لي في المباراة الأولى كم مدافع سجل كالافيوري الإيطالي الهدف السابع، وكمان تيمبر سجل الهدف الأول. وشوف لي في المباراة الثانية مين سجل أهداف عند أرسنال: زينشينكو الظهير الأيسر الأوكراني، وأيضا لاعب الارتكاز ديكلان رايس. فبالتالي أرسنال ما تخاف منه من هجومه، أرسنال خاف منه من وسطه ودفاعه. على المباراة السابعة والمباراة اللي الكل بيحكي عنها، الريال مدريد ونادي أتلتيكو مدريد، الديربي الإسباني اللي صار بدوري أبطال أوروبا. طيب من الأخير نحكيها كلمتين ورد غطاها مثل ما بقولوها. أنت يا سيميوني طالع على الإعلام وبتتحجج ما لمست الفارز، أنت ما راح تلاقي أضعف من نسخة ريال مدريد الموجودة بهذه السنة، نسخة مليئة بالإصابات، قلة الأسماء الموجودة بخط الوسط وخط الدفاع. بس فهمني متى راح تكسر عقدة ريال مدريد في دوري أبطال
ابطال اوروبا. ريال مدريد باختصار كلك وقدم لك المباراه على طبق من ذهب. هذا الخوف وهذا الدفاع مرات قبل كم من يوم طلعت وصرحت على انه اللعب الدفاعي هو يعتبر لعب جزء من كره القدم. طيب تمام، هو جزء من كره القدم، ولكن ايضا في شيء في كره القدم بيقول لك تكتيكك ولعبتك في كره القدم ولعبتك في المباراه الجاي راح يتحدد حسب وضع الخصم اللي قدامك. انشيلوتي في كلام كثير عنك. انشيلوتي صراحه الاشياء اللي بتعملها بريال مدريد في اخر فتره هو سبب كره الجمهور إلك. تمام، اللاعبين مش بيومهم، ان كان بابي ان كان فينيسيوس، ولكن تروح تطلع افضل لاعب عندك في المباراه بنظري هو رودريجو الوحيد بريال مدريد اللي كان يحاول، اللي كان يدخل يتوغل داخل منطقه الجزاء، يعطي عرضيات ارضيه وعالي وكل شيء، وهو اللاعب الوحيد اللي بيحاول بتروح بتطلعه. بلينغهام حطيته بدور بالشوط الثاني هو يلعب دور شبيه بدور توني كروس معك، انه يقلب الجهه ويحول جهه اللاعب، ولكن انت شفت بلينغهام في 4 طابات ما عرف يوصلهن. بعد كل هذا الحكي صراحه المباراه كان يتبارى انشيلوتي وسيميوني مين اسوأ من الاخر. حتى تبديلات سيميوني يا اخوان نفس التبديلات، بتسحب سيميوني بتنزل بانخيل كوريا، بتسحب لاعب من الوسط مثل ما سحبت ديبول مشان مصاب، وبتنزل مولينا ماركوس لورينتي مشان ينزل من الظهير يرجع يلعب لك وسط. نفس الترتيب نفس الاسلوب نفس التكتيك. ريال مدريد بأسوأ حالاته تفوق عليك في ملعبك الواندا متروبوليتانو. اذا ما غلبت الريال بنسخته الحاليه انت ما راح تقدر بحياتك تفوز على ريال مدريد. كلام قاسي للجمهور اتلتيكو مدريد، الفريق بجنن. سيميوني عنده لمسه المدرب ولكن يفتقد الى الجرأه. جيبوني على الروكان يا اخي. انريكي شو اللي عملته في باريس سان جيرمان. انا من قبل سنتين كنت قاعد انا وشاب وكان في اشاعات عن قدوم انريكي، وحكى لي شو رايك بانريكي وقدومه لباريس. قلت له شوف، انريكي لازم تعطيه فتره طويله مشان تاخذ ثمار هذا التعب. ليش؟ انريكي لما اجى على برشلونه اجى على فريق اصلا مبني وجاهز، فريق عنده الركائز اللي مركز عليها، عنده طريقته اسلوب اللعب، بس اجى على نادي باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان فريق تايه، كان في عنده مشاكل بغرف الملابس بسبب مبابي، وبنفس الوقت كان يحاول يعمل توليف جديد. باريس ما كان له اسلوب لعب، باريس كان يعتمد على اسماء لاعبين فقط لا غير. اول مدرب من كارلو انشيلوتي الى الان اسمه بيرين باسيست. انا بنظري سبب توهج باريس سان جيرمان شغلتين. باريس سان جيرمان في البدايه استمر مع نفس المدرب نفس الخطط وطور الفريق على هذا الاساس، جاب لاعبين شباب قابل للتطور والتاقلم مع النادي ومع اسلوب اللعب مع المدرب، والمدرب هو اللي جاب هاي الاسماء، وبنفس الوقت تخلص من مشكله كبيره كان عاملها مبابي داخل غرفه ملابس باريس سان جيرمان. صراحه الذهاب كان اليسون وبالاياب دوناروما هو من انقذ نادي باريس سان جيرمان من عده كرات. ثاني نقطه بالنسبه لنادي باريس سان جيرمان اللي بيلعب برواك، بيلعب بهداوي. انت بتعرف معناته تلعب بالانفيلد وتسجل جول وتهجم؟ هذا الاشي ان دل بدل على مرونة باريس سان جيرمان، على انه الفريق متعود على الضغط. لاول مرة انا صراحة حابب انصف باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان مع توخيل كانوا جبارين، ولكن فترة توخيل انا بنظري كانت تنسب الى نيمار والجبابرة الموجودة بالدفاع ماركينيوس وتياغو سيلفا فترتها، ولكن حاليا باريس هو فريق كامل متكامل. مرونة التعامل في الهجوم ان كان من ديمبلي من باركولا من كفارا دوي اللاعب الاسطوري الفرنسي، هذا اللاعب الشاب، كل الاسماء هاي قاعده بتتطور مع باريس. ديمبلي افضل نسخه، وكمان عندنا خط الوسط اللي بيتكون من ثلاثي صراحه افضل لاعبين انا بشوفهم بيلعبوا كره قدم بالوسط. اللي ضاف لهم هاي الشغله او هذا الذوق بكره القدم هو المدرب انريكي. جاب لك خليط اسباني برتغالي، فابيان رويز، فيتينيا، وايضا جواو نيفيز. فيتينيا فوق اللاعب هذا بالنسبه للاعلام مش ماخذ حقه. اوكي ديمبلي جاب جول، كان صوب تصويبه خطيره على اليسون وصدها اليسون وعمل شغل كبير، وكانت المرونه الموجوده عنده انه يبدل مع باركولا، وكان يلعب هو ورا المهاجم، مره تشوفه جناح ايمن مره تشوفه جناح ايسر، ودخول دوي اللي عامل ضجه كبيره وعمل شغل بخوف اللاعب الفرنسي. وعندك الدفاع من باتشو ماركينيوس كيمي مينديز اللي طلع طابه خياليه كانت لمحمد صلاح في بدايه المباراه. ولكن انا بنظري افضل لاعب حاليا موجود في باريس سان جيرمان هو فيتينيا. سبب الفوز وسبب التوفيق الكبير اللي عند باريس هو بسبب وجود لاعب وسط حاسم مثل فيتينيا. فالان دور العقاب راح يكون في حلقه عقاب، وراح تكون على الحلقه قويه جدا، وهذا العقاب مثل ما كنا بناء على حكيكم انتم. لين اعزائي المشاهدين بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا والفيديو تبعنا لهذا اليوم. ما تنسوا تتابعونا على كافه مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بكرة كليك، وبنفس الوقت لا تنسوا انه تعطونا ارائكم بالتعليقات عن اللي صار بدور ال16 من دوري ابطال اوروبا. وبالنهاية لا تنسوا دعمنا باللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد قناتنا. هسه بنقدر نقول لكم
سلامات.